مش معنى إني دخلت تجربة تانية يبقى فهمت الدنيا، بالعكس اتعلمت أكتر وأكتر. السلام عليكم، أنا نجوى وده تاني فيديو ليا على قناتي بيوت عامرة. النهاردة هحكيلكم عن تجربتي التانية في الجواز، والتجربة علمتني حاجات كتير جدا عن نفسي وعن ولادي وعن المسؤولية اللي كانت صعبة عليا جدا. بعد ما مريت بتجربتي الأولى وكانت مليانة بالمشاكل، وبعد ما تعبت فيها ربنا جعلي نصيب في التجربة التانية، وقلت لنفسي يمكن التجربة تكون أهون عليا، لكن الحقيقة كانت أصعب. مش لأن الشخص وحش، لكن المسؤولية كانت صعبة عليا وأنا معايا ولادي مشاركيني التجربة دي. كنت شايلة هم تربيتهم وخوفي عليهم، وكان نفسي أوصلهم لبر الأمان وأحافظ على نفسيتهم من أي وجع، وكنت دايما بحرص على راحتهم قبل راحتي، وكان أهم حاجة عندي يكونوا راضيين عن اختياري. وبدأت الرحلة دي بكل قلبي، وكنت بتمنى أبني ليهم حياة أهدى وأأمن. بس للأسف مريت بمواقف صعبة جدا، كانت المسؤولية أكبر من الأول لأنهم بدأوا يكبروا، احتياجاتهم تكبر معاهم. والمفاجأة اللي قلتلكم عليها الفيديو اللي فات، هي مين اللي كانت السبب في جوازي التاني؟ هي كانت بموافقة الزوجة الأولى اللي ضحت بطريقة محدش يقدر يوصفها، وكل ده عشان تسعد جوزها وتسمح ليا أكون زوجة تانية وأشاركها كل حاجة في حياتها. وعاوزة أقولها أنتي إنسانة عظيمة بكل معنى الكلمة، وبشكرك على قلبك الكبير وروحك الطيبة، وبشكرها على شجاعتها وثقتها فيا وعطائها الكبير، عشان مش أي حد يقدر يكون زيها. وجودها في حياتي علمني التضحية والحب لإسعاد الآخرين. ونصيحتي لكل واحدة بتمر بتجربة صعبة زي دي، مهما كانت المسؤولية كبيرة ومهما تعبتي، أهم حاجة تحافظي على نفسك وعلى اللي بتحبيهم. والحياة مش دايما سهلة، بس كل تجربة بتعلمنا حاجة جديدة عن قوتنا وعن تحمل المسؤولية، وإن دايما ربنا بيكون معانا. ولو حد مر بتجربة زي دي يكتبلي في التعليقات، يمكن نتعلم من بعض. وما تنسوش اللايك والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس عشان نكمل مع بعض حكاياتنا.